السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمله مع بعض ايه؟ هنعمله كحك الاساور بتاع الفران، الكحك الناشف دوت ابو سمسم. هجيب كيلو دقيق او نص دقيق، انت بقى جيبي اللي انت عايزاه، بس انا بعمل مقادير كيلو دقيق. كيلو دقيق نخلته، هحط له 4 معالق سكر. ليه سكر ياما يا طنط؟ عشان يبقى محمر، يحمر معاكي كده في السرعه في الايه، في الفرن. ماشي. وهحط له الكيلو معلقتين خميره، وهحط نص معلقه ملح، وهجيب نص كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه، هجيبها واحطها مع بعض. هجيب السمنه والزيت كده يبقوا سايلين في بعض، ما يبقوش ايه، متجمدين، وهنزل بيهم كده اهوت، متبقاش السمنه جامده او ساقعه. وهبتدي بقى اشغل العجان لغايه ما الدقيق والسمن الدقيق والسمنه يتمزجوا ببعض كويس جدا. بصوا كده بقى النتيجه كده بقى. بص الدقيق عامل زي كانه زي الرمله ايه، المبلوله، عشان كده انا دربته بالسمنه كله. ماشي. هبتدي انا شلت الهيل، ما برتاحش فيه في العجل، ما اعرفش ليه، بحب الكف اكتر، بحس ان هو قلب يعني اتنام لقيته ايه، قلب كده الحاجه من النص وما قلبهاش كلها من الحروف، فالكف بالنسبه لي انا برتاح فيه اكتر. هنزل كده تاني وهشغل بقى كده العجان واحده واحده. انا نزلت بكوبايه الميه الاولانيه دي مره واحده بس، انا هديله بعد كده بقيه الميه ايه، واحده واحده، لغايه ما العجينه ايه، تغوص. عجنتها، خدت معايا كوبايه ونص ميه من الكوبايه المج بتاعي انا ده مج كبير مش المج العادي الصغير. يعني هو عامه مقدار الميه ما ملوش حساب، انت بس تخليها كده زي ما انت شايفه، عجينه طريه ومش بتلزق. بس بصي عجينه طريه ازاي. ماشي. هسلكها بقى كده والمها واسيبها ايه، هغطيها ترتاح، ونبتدوا يلا نشتغل سوا سوا ايه مع بعض. كده هغطيها، طلعها بقى كده من العجينه واشيل العجينه ترتاح، ونحضروا المفرش ونبتدوا نشكله مع بعض. ورجعت لكم تاني بعد ما العجينه ارتاحت. بصوا العجينه ارتاحت بقت جميله ازاي. استنى امسكها لكم من هنا، بصوا مرتاحه وجميله ازاي. بس ايه، ما تلعبيش فيها عشان ما تعصبش تاني. هحتاج بقى 3 4 معالق سمسم، ولو احتاجتي تاني اعملي تاني، بس ما ايه، ما تعمليش مره واحده كميه كبيره. واحط عليها بس معلقه كده ميه عشان بس يبقى مبلبل كده، عشان يمسك فين، في الكحكايه. بس هو محتاج كمان معلقه او نص كمان، بس كده. ماشي. هحتاج صينيه هدهنهم ماده دهنيه، عندك بقى مقطع عجين، عندك سكينه، شوفي انتي تعرفي تشتغلي بايه اشتغلي بيه. وهبتدي اقطع كده، بصوا حته رفيعه ازاي. كده هاخد كمان دي كده بس، وهركن دي.
كده، هقطع كده وهمسك الحرف كده، لا مش باين، همسك الحرف كده من هنا هضغطه كده بصبعي ماشي، وهمسك دي كده واحط دي في الحته المضغوطه دي واقفل كده عليها كده، هتلاقيها بقت مقفله ومش باينه القفل منين. اهي بصي، انت ممكن تقولي دي كده كده صغيره، شوفي بقى انت عايزه تعمليها صغيره اعمليها، ما عندكيش بال تعملي كحك كده اهوت، بس هو كده هيبقى شكله جميل قوي. هنزلها في السمسم، بصوا بقى مجرد ما بتنزل في السمسم، بص السمسم بيسبك فيها ازاي. مش عايزه تحطيها تعمليها كده اهوت، اعمليها كده طويله زي الكريستال بتاع الكريستال وحطيها في الايه، في السمسم. بس يعني لما بنعملوها كحكايه بتدي منظر جميل، حتى احنا واحنا في الفرن بيعجبنا الكحكايه. سهله وجميله. انا بس بحطها في الفرن في الصينيه، مش هقربهم ايه من بعض. بصوا بقى العجينه مرتاحه وجميله. برضك افرد كده الحته دي كده وابتدي ايه اقفلهم في بعض. اقفل دي كده بدي واحطها في السمسم واطلعها. عاجبك كده الشكل دوت اعملي، مش عاجبك الشكل دوت ممكن تعملي كده. انا عن نفسي هعمل من ده ومن ده، هعملها طويله كده وهعوصها كده في السمسم وهحط بس في صينيه تانيه. يبقى في الشكل ده كده الطويل دوت وفي الكحك. شوفوا بقى ايه اللي يعجبكم واعملوه. هقعد بقى انا واكمل الكميه وافرجها لكم وهوريكم هنسويها ازاي وتطلع ناشفه ازاي. انا دلوقتي كده خلصت الكميه كلها، عملت الطويل اللي هو اللي اسمه البسكوت الكريستال، الكحك الكريستال، وعملت الكحك الصغير بس بصوا اتنين فاضوا وحطيتهم كده في الجناب ماشي، وعملت كريستال اتخن شويه، وعملت كحك كبير. بص الكيلو عمل لي حبه قد ايه، وعملت تاني بردك تخين تاني وبردك لسه فيه. سمر عجبها الكحك الصغير عملت لها تاني، وعملت كريستال ايه تاني تخين. هحطهم بقى دلوقتي كده ايه يخمروا، اسيبهم زي ساعه يخمروا عشان لازم يخمروا ويتضاعف حجمهم قبل ما ادخلهم الفرن. هيخمروا وارجع لكم. وكده يا بنات الشكل النهائي بعد ما استوى زي ما انتم شايفين. بصوا كده حجمه كبر، بصوا مستوي من تحت ومستوي من فوق كله كده اهو زي ما انتم شايفين مستوي. بيستوى بقى على درجه حراره ايه، بتولعي الفرن الاول على على اعلى حاجه، بيبقى الفرن عالي ويسخن كويس. اول ما هتبتدي تدخلي اول صينيه بتخلي النار على 170 170 على درجه حراره 170. ليه؟ عشان ينشف ويطلع مقرمش كده زي ما انتم شايفين، ويطلع حمرانه كده حلو من فوق ومن تحت. هي دي بس التكايه بتاعته في السوا عشان يطلع ناشف كده وحلو. ودي كانت فكرتنا في الفيديو بتاع النهارده، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. مع كوبايه شاي بلبن تبقى تحفه. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.